أخيتي بنيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الزلفلك تاتي حذين مرحبا يسكنت على شنينو. مرحبا بكل المشتركات الجدد. اليوم جبت لكم وصفة شرمولة القرعة، إذا على الطريقة التقليدية. وش نقول، روعة روعة، اللي يحبوا التغماس يحبوا الأكلات التقليدية. إذا اليوم حضرتها وقلت نشاركها معاكم. إذا واش نقول لكم، وصفة ولا أروع. إذا قلت لكم هنا مثلا اليوم درت لكم شرمولة تاع القرعات، تقدروا ثاني ديروها بالباذنجان، رائعة جدا. إذا هذه الوصفات التقليدية إذا نقول لكم هي من أروع الوصفات. وثاني احنا دائما نحيي تراثنا الجزائري على وصفاتنا القديمة، وصفات جداتنا. هذه هي. إذا هذه دوك أنا درت هنايا في صوص ثوم، هي تحب الثوم. إذا قلت لكم حنطيبها لكم على الطريقة التقليدية. هذه هي. إذا إذا هذا المنبر قلت لكم إن حبيت نقول واحد الكلمة، واحد هذه نقولها بنتي، نقول لها هذه بنتي. هي تلميذتي كما يقولوا، شحال ما شفتهاش من الابتدائي. اذا نقول نشكرها شكر جزيل اللي كما يقولوا تفكرتني وجات ليا بعد سنين طويله، بعد حتى جابت بسلامتها الباك كما يقولوا بكل جداره. ربي يحفظك. اذا هذه كما يقولوا دائما مسكينه تسقسي عليا، ولكن ما تلاقيتش معها كما يقولوا كما يقولوا ملي كنت نقريها من الابتدائي، ولكن دائما مسكينه كانت تبحث عليا والحمد لله وتلاقيت بها وجات لي حتى للدار. نقول لك حنونتي ربي يحفظك والله يرحم هذيك الكرش اللي كما يقولوا لي ولداتك، ربي يحفظ لك مالك. واذا تلميذه خلوقه قد ما نقول لكم واش نقول لكم. اذا روعه هذيك الطفله ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا لو كان قلت لها لو كان شتك في الزنقه والله ما نعقلك، تلمو الله يبارك كبرت ما شاء الله وتميزتي. واحد من الابتدائي ما تشوفوش حتى الله يبارك يجيب الباك تاعو. اذا ان شاء الله كما يقولوا ندعي لك دائما تكوني دائما متفوقه، وان شاء الله دائما في المراتب نشوفك في المراتب العليا. هذا نقول لك شكرا لك وشكرا لميمتك هذيك الله يحفظها كما يقولوا اللي ربات طفله كيما انت. اذا هذه هي. ربي يحفظك دائما. دائما في التلاميذ توعي دائما يقعدوا في القلب، دائما نتفكرهم. لماذا؟ لانني كنت صح نحب المهنه تاعي ونحب كما يقولوا مهنه التعليم، وان شاء الله كما يقولوا ان شاء الله دائما يكونوا بخير وعلى خير جميع اللي فاتوا عليا. اذا هذه هي. اذا ان شاء الله تكوني دائما متفوقه حنونتي. اذا هنا قلت لكم نعاود نوليو لهذه الوصفه تاعنا. اذا هنا درت قرين حار، اذا تجي حاره بالطبع. الله اللي ما يحبش الحار يدير لها ديري الطرشي معليش، ولا ما ديريش كامل، هي من المستحسن هي ما تجيش بالطرشي. اذا انا الحار هنايا درتو على جال باسكو انا نحب حاجه حاره. كي هذه تقدري تقدميها كمقبله مع البديه، تقدري كما يقولوا. هذه هي. وكاين ثاني هنا درت في زيت زيتون ورشه ملح. هذه هي. قلت لكم درت هنا شويه ثوم. هذو كما قلت كما يقولوا التغماسات ديرهم في تبيسيات صغار. واش نقول لكم، ما تحفي بها الطابله روعه. هنا درت شويه كرويه ما تمسح القلب، الكرويه بزاف في الشرمولات تجي كما يقولوا مليحه. هذه هي. هنا درت ديري عكري، هي طبعها هي العكري، وما ديريش طوماطيش باسكو الطماطم مصبره ما تنداش في الشرمولات، غير احلى تحبي ديري. انا كما قال نصيحه نقصوا قد ما نقدروا الطماطم المصبره. وهذا اي شرموله نديروها من المستحسن ان ما تجيش بالطماطم المصبره، ديري عكري، ولا من الاحسن ديروا عكري. هذاك اللي نطيبوا السنه مازال ما طيبتش والله ما كفانيش الحال. ان شاء الله الا كما يقولوا وسيتون الا طيبتو نقسموا معاكم.
هذه هي بون. هي في الحقيقة القرعة نقليوها، تقليها باش ومن بعد تديريها في لاصوص تاعها. انا حبيت نديرها في الفوغ. شوف عندك 10 دقائق طيب، درت لها شويه زيت زيتون، رشه ملح، ودرتها في الفوغ. فوالا. ودوك واش هنايا واش نسيت ما درتش شويه فلفل الكحل، دوك نزيدو نضيفو. شوفوا الله يبارك، قلت لكم هذه الاكلات التقليديه من اروع الاكلات. لو كان جات ليا نطيب غير حاجه التقليديه. لماذا؟ لانها صحيه او ميم طون مشبعه، تحسي بليك صح كليتي. هذه هي. فوالا. شوفوا هنايا دوك هنا زدت، قلت لكم درت الفلفل، فلفل الكحل، نخلطها كامل. شوفوا بهذه الطريقه. وشنو هنايا دوكا نروحوا نديروا لها القص الماء. واش ديري مثلا حتى طيب هذيك، حتى تذبل لك كامل هذه الخضرات، الطوماطيش والفلفل. الا شتيها مثلا نشفت لك، زيدي لها شويه ماء. ما علاش؟ باسكو لاصوص تاعنا ما لازمش تجي ناشفه. فوالا. هذه هي لازم تجي كاميم شويه فيها لاصوص. باش علاش؟ باسكو نسحقوها كي ندير القرعه، باسكو لازم القرعه تشرب لنا نكهه، هذوك النكهات كامل، وثاني لازم يكون فيها الماء باش تتشرب. كي تشوف انا دوك هذا الكاس درت نص منه وفرغته كامل. ولكن خليها، شوفي الا حبيتوا الماكله تاعكم تجيكم بنينه ديريها على النار هادئه. هذه هي. انا دائما كي نحب نطيب القيمات كيما هكا نديرهم ونقص لهم تماما، نغطيها ونخليها طيب على مهلها، وانت راكي تخدمي في شغلك. وديروا في بالكم بليك علموا بناتكم ان قبل ما تروح تطيب تمسح الفرن. بنات ما تطيبوش وتكون مثلا كويزينيير تاعكم ما فيها السبك ولا، فهمتوني؟ هنا للذراري واش درت لهم؟ فورت لهم الخضره، درت البطاطا ولا كورجيت واسمو وزروديه، وحمرت لهم الدجاج هما. وانا كيما يقولون قلت لكم انا نحب هذه الاكلات كيما يقول. شوفوا دوكا القرعه تاعي كيفاش راهي طابت. شوف طابت زبده، فهمتوني؟ انا قلت لكم دائما وابدا تكون كويزينيير، حطوا دائما تعلمي. شوفي البديه هي الصح، تتعلمي انك كي تبداي تطيبي الكويزينيير تاعك ولا لابلاك تاعك تكون مقيقيه. ما تطيبيش على انا والله ما نقدر نطيب سيغ كويزينيير ماسيا، يا لو كان فيها طاشه نشدها نمسحها نغسلها كامل باش نبدا نطيب. هذو العادات ملاح بزاف، ونعلموا بنياتنا على هذا كيما يقولوا زعما باش تكون عندها عاده، تولي فيها عاده تولي لها حتى للكبر. هذه هذو عادات ملاح بزاف بزاف نعلموهم لبنياتنا. هنا شوفوا دوكا لاصوص قادت لي، شوفوا قسمه خليت هذيك القرعه تاعي تشربها. دوكا شوفوا نحي كامل القرعه نفرخها لداخل. اللي تحب تقليها، اللي تحب تقلي. هذه هي. انا جو بريفير دي فوا كي يكون هكا عندي الوقت نحطها في الفوق، باسكو ما تبطاش. قلت لكم 10 دقائق وهي كي البطاطا يطيبوا زين في الفوق. شوفوا دوكا هنايا، دوكا هنا نخلطها كامل ونعاد نغطيها ونخليها تكتك مده 5 مينوت، لو طون هذيك القرعه تشرب كامل هذيك لاصوص وتجيك بنينه بنينه بنينه. هذه هي. اذا لمحبين شرموله القرعه، هذه هي الوصفه التقليديه وسهله بسيطه جدا. اذا نقول لكم دائما انا دائما نقول لكم اذا نشوفوا الطبق شرموله القرعه في طبق التقديم ان شاء الله تنال يعجبكم وتسيوها وتاكلوها بالصحه والهنا. اذا دائما وابدا نقول لكم دمتم اصحاء ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه الى فيديو اخر. اذا دائما نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتهلاو في وليداتكم، هما راس مالكم. اذا نقول لكم الى فيديو اخر باذن الرحمن. اذا سلام.